لن تصدق شاهد ما فعلته هذه الفتاة المشجعة العربية لحظة خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا وإقصائه، شيئا غير متوقع جعلت العالم يتحدث عنها. تفاجأ العالم بلقطة غريبة وغير متوقعة رصدتها كاميرات الملعب لمشجعة عربية وردة فعلها لحظة خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا وإقصاؤه من المونديال. وما فعلته كان شيئا غير متوقع جعل العالم يتحدث عنها، وإليكم التفاصيل الكاملة. وكما هو معروف فإن خسارة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كان سبب صدمة وحزن كبير لكل الجماهير العربية، رغم الإنجاز الكبير والمشرف الذي حققه أسود الأطلس في المونديال، والذي رفع رؤوس العرب بين الأمم كأول بلد عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم. ويصنف بين ثلاثة من أقوى المنتخبات العالمية فرنسا والأرجنتين وكرواتيا. ولكن ما أثار جدلا واسعا حول العالم هو ردة فعل هذه الفتاة المشجعة العربية لحظة خسارة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي وإقصاء المغرب من مونديال قطر 2022، حيث ما قامت به كان شيئا غير متوقع وصدمة لكل العرب، حيث وحسب الفيديو المتداول لها تظهر الفتاة لحظة خسارة المنتخب المغربي وإقصائه وهي فرحة وترقص، ثم بدأت بخلع ملابسها وبدأت بالركض، وهذا ما أثار جدلا عالميا وخصوصا بين العرب الذين استغربوا كيف لفتاة عربية أن تفرح لخسارة منتخب عربي، فيما قالت العديد من المصادر الإعلامية أن جنسية الفتاة ليست عربية وإنها فقط كانت وسط الجماهير العربية، والله أعلم.